السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دعوة حلوة من القلب، اشتركوا في القناة ودوسوا لايك. اول حاجة النهاردة معانا عبارة عن غدا. قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا، اي اكل يا جماعة لازم نحمد ربنا عليه. مش لازم هناكل سمك ولا لحمة كل يوم، نحمد ربنا عليه ونشكر فضل ربنا ان الاكل اصلا موجود. اهل غزة ما ننساش ندعي لهم ان ربنا يسهلها عليهم. اول حاجة هنبدأ وصفتنا النهاردة. معانا غدا. الغدا عبارة عن اول حاجة معانا كان جوزي جايب من عند الجزار عظم كده، بس في قلبه بهاريز وقراقيش، اكنك بتاكلي كوارع بالظبط. هنجيب حلة على النار، نجيب فيها مية من الفلتر بتاعنا النظيف، هنحط فيها طماطم وفلفل وبصل، حبايتين من الحبهان وورق لوري. هنجيب معانا نستنى عليهم لما قبل ما يغلبوا شوية، وننزل معانا البهاريز بتاعتنا بالعظم. نستنى شوية عليهم، هنقوم جايين حاطين عليهم الملح بتاعهم، لو متوفر فلفل اسود ماشي، ما كانش يبقى الملح، ونسيبهم يغلوا على النار. مش هيطلعوا اي ريم خالص زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بعد كده انا عملتهم في صينية بطاطس في الفرن. جبت البطاطس وغسلتها كويس وقطعتها وحطيتها عليهم. كان عندي صلصة جاهزة انا عاملاها على ايديا، عملت الصلصة عليها، دخلتها في الفرن تاخد وش. بعد كده معانا المكرونة. هنجيب حلة على النار، هنحط فيها شوية من الزيت، وهنقطع فيها، هنخرط بصلة فيها على ايدنا او نعملها في الكبة على ما احنا عايزين. هنحط شوية من الزيت الغزير، وهنقوم جايبين البصلة بتاعتنا وحاطينها في الحل، نسيبها لما يبقى لونها قبل الغمقان بشوية. بعد كده هنقوم جايبين حاطين الصلصة بتاعتنا او الطماطم مضروبة في الخلاط، وهنجيب ملح وكمون وشطة وفلفل اسود لو متوفر. نجيب حلة على النار، هنسلق فيها المكرونة، هنحط فيها مية، وهي بدأت تغلي هنقوم جايين حاطين فيها زيت وملح. مش اول ما احط فيها المية والزيت، مش هحط فيها الزيت والملح، لا. بعد كده معانا الرز. هنجيب معانا رز مغسول ومتصفي، ومعانا الشعرية. هنجيب نحط في حلة شوية من الزيت وعليهم الشعرية. بعد كده هنقلب بها شوية، وبعدين نغسل الأرز، وبعدين ونحط القعد بتاعه. ومعانا شوربة لسان العصفور، حمرته وعملت طبقين من الشوربة زي ما انتوا شايفين. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو، دعوة حلوة من القلب. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في غزة وفي فلسطين، وقولوا لي الاكل ده يستاهل كم من 10، وادعوا لي دعوة حلوة بصلاح الحال، لان انا محتاجة لاي دعوة منكم. اي حد يشوف الفيديو يشترك في القناة، علشان القناة مش هتكبر غير بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.